بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركته إلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين جميعا، كل سنة وإحنا طيبين جميعا بقديسنا العظيم القدس ميخائيل البحيري المحرقي. وربنا يعيد عليكم الأيام بخير، وشهية هي أخبار القديسين كالماء للغروس الجدد، زي ما سيدنا كده أنبا بيقول أرس النكسار. سمعنا سيرة هذا القديس العظيم. ليتنا جميعا يا أحبائي نتمثل بسيرة هذا الأب العظيم. النهاردة يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس. تدور قراءات الكنيسة في الصوم المقدس في الأيام حول موضوع الجهاد الروحي. الأسبوع اللي فات كان حول موضوع الاستعداد للجهاد الروحي. هذا الأسبوع عن طبيعة الجهاد الروحي. في حاجة تبدو غريبة جدا، اللي فيكم بيتأمل في قراءات الكنيسة. الإنجيل بتاع بكرة يوم الثلاث عن الشاب الغني، وإنجيل يوم الخميس عن الشاب الغني برضو. يا أختي اللي بتصور، ممكن تقعد؟ اقعد يا حبيبي. الإنجيل يوم الثلاث عن الشاب الغني، والإنجيل يوم الخميس عن الشاب الغني. الأسبوع الوحيد اللي بيتكرر فيه الإنجيل مرتين في أسبوع واحد. ليه؟ لأنه قصة الشاب الغني بتدور حول إنه ما كانش عارف المرض اللي عنده. لغاية ما ربنا حط إيده على المرض اللي عنده. كان عنده مرض محبة المال. وإحنا يا أحبائي خلي بالكم من الجملة دي، مش كلنا مشخصين أمراضنا الروحية صح. حد سرحان مني؟ مش كلنا بنقف قدام ربنا ونقول له يا رب شخصنا. في إنجيل الشاب الغني يقول لك نظر إليه يسوع. ايه نظر اليه دي؟ نظر اليه دي انا بقول عليها زي اشعه كده روحيه، وراح مشخصه. انت يا ابني عندك حاجه حلوه، واحده اتنين تلاته اربعه، بس عندك مشكله محبه المال. الكنيسه في الاسبوع في بدايه الصوم الكبير اللي بتدور حواليه القراءات عن حول الجهاد الروحي بتقول لنا نقف قدام ربنا ونقول له يا رب شخصنا. لأنه كتير جدا مننا كل واحد فاكر إنه ماشي صح وبيفكر صح وطريقة تقييمه صح. إنما يا ريت نقف قدام ربنا ونقول له يا رب انظر، زي ما نظرت في الشاب الغني وشخصته، لحسن يكون عندي شوية كبرياء وأنا مش واخد بالي، لحسن أكون فاكر إن أنا أحسن واحد وأنا مش واخد بالي، وعندي كذا وكذا وكذا. عشان كده الكنيسة تحية لآبائنا القديسين اللي حطوا هذه القراءات، إنه إنجيل الشاب الغني يتكرر الثلاث والخميس في نفس الأسبوع. كنيسة بتأكد شخص نفسك صح. زي بالظبط واحد مثلا يروح عند دكتور فيقول له أنت عندك كذا ويديله علاج ما يجيبش نتيجة. بعدين يروح الدكتور في المدينة يديله علاج ما يجيبش نتيجة. ويروح الدكتور بتاع الجامعة يقول له لا أنت كنت بتاخد علاج غلط، أنت كنت متشخص غلط، أنت العيا اللي عندك كذا. ياما بيحصل كده. والشاب الغني كان راجل حلو جدا. أنت تعرف الوصايا، أنا أعرف الوصايا من وأنا صغير، بس عندك المشكلة دي. لأنه يفرض أن قلبك حلو والكلى حلوة والكبد حلو ومخك مش حلو، هضيعك. ولذلك يا ريت كلنا وأنا أولكم نقف قدامنا ربنا نقول له شخصنا يا رب، شخصنا بعينك الإلهية، وكل واحد فينا يعرف ضعفه فين عشان يجاهد طول الصوم الكبير.
اللي كل القراءات بتدور حول موضوع الجهاد الروحي. الإنجيل بتاع النهاردة بقى عن اللجاجة. هقول بس 4 نقاط في الإنجيل بتاع النهاردة. النقطة الأولانية، ليه يا رب اللجاجة؟ ليه بتقول لنا نصلي كتير؟ هو ربنا كده قال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. هو قال كده قبل ما يقول المثل قال ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ده الغرض. ربنا مش محتاج لصلاتنا، احنا اللي محتاجين. لما نصلي كتير نتغير. قديس أغناطيوس بيقول الله ليس محتاجا لصلاتنا، ولكن الصلاة جعلنا مفرزين ومخصصين لله. دي أول حاجة. ليه اللجاجة؟ تاني حاجة، المثل اللي قاله المسيح انه قاضي الظلم ده لا كان يخاف ربنا ولا كان يخاف من الناس. يعني قلبه ده حجر. يعني في واحد يخاف ربنا بيعامل الناس كده بكبرياء شويه، في واحد يراعي الناس وما بيخافش ربنا، انما ده لا بيخاف من ربنا ولا بيخاف من الناس. يعني قلب حجر حجر. ولان الست دي عمال تزن عليه فقال لا اديها طلبها. فربنا بيقول ايه؟ تأملوا ماذا يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا. يعني إذا كان قاضي الظلم اللي قلبه زي الحجر اتحرك من اللجاجة، امال إلهنا القدوس اللي قلبه عجينة من الحب والحنان مش هيتحرك من اللجاجة؟ دي تاني حاجة. بأول حاجة لماذا اللجاجة في الصلاة؟ تاني حاجة إنه ما بين قلب قاضي الظلم وقلب إلهنا القدوس. ثالث حاجة بيقول أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا. طب احنا بنصرخ ليل نهار؟ ما بنصرخش. لا بنصرخ ولا بنصلي كتير، لا بنعمل دي ولا دي. احنا كلام كتير. يعني لما واحد فينا يكون عنده مشكلة يقعد يتكلم كتير ويفكر كتير، ما بيصرخش، يغيب ويصلي. ربنا هنا قال الصارخين مش المصلين، اللي بيصرخ ليل نهار. مرة واحد زمان جاني في المقر زمان، يعني في ايه انا عارفه بتاع كلام، فكل شويه يقول لي اقول له حاضر حاضر. قعد يحكي نص ساعه 30 دقيقه والموضوع يتقال في 3 دقايق. فسبته لغايه ما يخلص. قلت له خلصت؟ قال لي اه. قلت له انا هسالك سؤال، انت ليك بتتكلم 30 دقيقه بتصلي الموضوع ده؟ راح سكت. قلت له ايه يعني ما صليتش؟ قال لي يعني. قلت له ايه اللي يعني؟ عمال تتكلم ومش بتصلي؟ ده احنا لو كنا وقفنا احنا الاثنين نصلي النص ساعه دي كان الموضوع اتحرك. بدل ما انت عمال تتكلم، احنا نتكلم كتير وبنفكر كتير ونصلي قليل. انما ربنا هنا بيقول الصارخين اليه نهارا وليلا. نهارا وليلا. في القداس الكورلوسي بنقول نعترف لك ليلا ونهارا بشفاء غير هادئة وقلب لا يسكت وتمجيدات لا تنقطع. آخر نقطة، رب المجد قال إيه؟ أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا؟ نعم أقول لكم أنه ينصفهم سريعا وهو متمهل عليهم. طب إزاي يعني؟ منين سريعا ومنين متمهل يعني؟ تيجي إزاي؟ مش في تضاد في الكلام ده؟ ينصفهم سريعا وهو متمهل عليهم. إزاي؟ ينصفهم سريعا، ربنا يستجيب للصلاة، حاضر تعتمد، بس التنفيذ لا بعد 6 أشهر. ليه يا رب؟ الوقت المناسب بعد 6 أشهر. لأن كتير قوي بنصلي ونقول ربنا اتأخر. ربنا ما يتأخرش. ربنا كل حاجة عنده بميعاد بالثانية، بس الوقت المناسب مش دلوقتي. الوقت المناسب مش دلوقتي. فينصفهم سريعا.
وهو متمهل عليهم. التنفيذ بعد 6 أشهر، التنفيذ بعد سنة. مثلا بنتك متأخرة في الخطوبة وانت عمال تصرخي، ربنا خلاص حدد لها ولد ممتاز، بس التنفيذ بعد 14 شهر. ليه يا رب؟ ما هو الواد مش جاهز دلوقتي، بس أنا استجبت خلاص، بس التنفيذ بعد 14 شهر. ينصفهم سريعا وهو متمهل عليهم. ألخص اللي أنا قلته النهاردة. في الصوم الكبير القراءات بتدور حول موضوع الجهاد الروحي. الأسبوع الثاني بتاع النهاردة القراءات حول موضوع طبيعة الجهاد الروحي ودقة التشخيص. دقة التشخيص عشان تتعالج صح. يعني أنا في دماغي 10-15 كده هم فاكرين إنهم ماشيين صح وهم غلط. للأسف فاكرين إن هم اللي صح وهم غلط. ما بيقفوش قدام ربنا ويقولوا له يا رب شخصني، شخصني يا رب، انظر إلي زي ما نظرت للشاب الغني، شخصني. لأن لو اتشخصت صح هتتعالج صح، وفي نهاية الصوم الكبير هيكون في تغيير في حياتك. الإنجيل بتاع النهاردة عن اللجاجة في الصلاة، وإنجيل يوم الأربع عن إشباع الجموع. دول أنا بسميهم يعني الحاجات اللي بتسند. ويوم الجمعة الإنجيل عن اللي يسمع كلمة ربنا ويعمل بها وشبهه بكذا وكذا وكذا. يعني شخص كويس وتعالج مظبوط. نيجي الإنجيل بتاع النهاردة بتاع اللجاجة في الصلاة. أول حاجة، ليه يا رب اللجاجة؟ عشان انتوا تصلوا كتير. وهو ربنا قال كده، هضرب لكم مثل في كيف أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. نمرة 2 ما بين، عشان نمشي بنظام، نسيت أنا نمرة 2. لا مظبوط. نمرة 2 ما بين قلب قاضي الظلم وقلب ربنا. قاضي الظلم ده كان قلبه زي الحجر واستجاب للجاجة. أمال قلب إلهنا القدوس عجينة الحب والحنان طبعا يستجيب للجاجة. نمرة 3 ربنا قال أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا. فياريت نصلي كل حين، بل نصرخ نهارا وليلا. نصرخ نهارا وليلا، مش نتكلم بس كتير ونفكر كتير. بدل ما نتكلم كتير ونفكر كتير نصلي كتير. ورابع حاجة وآخر حاجة، ربنا قال فلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا. أقول لكم ينصفهم سريعا وهو متمهل عليهم. طب إزاي؟ ربنا بيحبنا قوي، بيستجيب، بس الوقت الملائم لتنفيذ الاستجابة دي بعد 2 بعد 4 بعد 5. إنما إلهنا حنين، لو طلبت حاجة بحسب مشيئة ربنا هيستجيب سريعا وهو متمهل عليه. مرة تاني كل سنة وسيدنا الحبيب أنبا بيقول طيب وبخير، وكل الآباء الأحباء في ديرنا العامر، مش هقول في دير المحرق، في ديرنا العامر، والآباء الأساقفة الأجلاء المتخرجين من الدير يذكرونا في صلواتهم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. لإلهنا المجد الدائم للأبد. Alleluia. Spasete metavovos exumento agio evangelium. Efes marot in vesneo genevran epshoi sentinigum Kyrie efloxium catalocan agio efantanagnos me. Ben shoi so ben noto ben sotiro ben urotirin Isos be Christos epshire mevnoti tonk ben afshaine Navgothi en oma paravoli
nu ebijin tu ebrosef sheste en seyonifen o en tu eshtim erkakin evgo emos nu orefti habe chen ovaki en erevhoti en khati emfnoti o en ish evshibi en khani en romi nenu ushirade بخنتفاكي اتي اماف وناقص نيو بيوفا بالنوتي بي من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب أبناء الكباش، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لاسمه. فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت الكائن إلى الأبد على طقس ملكي صداك يا ربنا يسوع المسيح رئيس كهنتنا الأعظم. الرب عن يمينك يا أبانا الطباوي المكرم البابا المعظم الأنبا تودرس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية، أبينا المطران المكرم الأنبا بيمن، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا بيجول، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا غبريال، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا تيموساوس، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا اسطفانوس، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا ميخائيل، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا ساوفيلوس، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا رويس، وأبينا الأسقف المكرم. أنا عارف بس محدش يلعب في الميكروفون يا حبيبي، الميكروفون كان كويس أوي. وأبينا الأسقف المكرم الأنبا فيلوباتير، وأبينا الأسقف المكرم الأنبا بخوميوس. الرب يحفظ لنا حياتكم. آمين. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. ثم قال لهم مثلا لكي يصلوا كل حين ولا يملوا قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يستحي من الناس، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: انتقم لي ممن ظلمني. ولم يكن يشاء إلى زمان، وبعد ذلك قال في نفسه: إن كنت لا أخاف الله ولا أستحي من الناس، فمن أجل أن هذه الأرملة تتعبني أنتقم لها لكي لا تأتي إلي دائما. ثم قال الرب: اسمعوا ماذا يقول قاضي الظلم، أفلا ينتقم الله لمختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟
نعم أقول لكم أنه ينتقم لهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان أترى يجد الإيمان على الأرض؟ والمجد لله دائما. Psalmus David Alleluia, anu em bshois nishir ente evnuti, anu em bshois han shiri en uli, anu em bshois onem utayu, anu em bshois noem bevran Alleluia. مارون شاس في خنتيك إكليسيا أنت بفلاؤوس ومارو إذ مويرو في إتكاسدرانتين برد فيتي إيروس جياف كوينو متيوت إم بريتين آنيسيو إف إنا فنجين يسو تنو إف نوف أفور كنجي بشوي سوها النفوم سيف جينسو بيف ويب شاني كذا التاكسي سمال شيسا أديك بشو سوين عمك بنيوت السواب بطريرشيس بابا بطا ودرس بما إصناف نمبك جفير اللي تروز بنيوت السواب إن متروبوليتيس آفا بيمين نمبك جفير اللي تروز بنيوت السواب متروبوليتيس آفا يو أنيس نمن نيوت نبسكوس نيت كينيمان نم بنيوت نبسكوبس آفا بي إيقول ابشو يصف إيريت متون اللي لو